حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو اليوم مع بنت خالتي ميسة. مرحبا. لما روحنا على الشمال رحنا عند دار سيدة ودار خالته كانوا معنا لأنه بيتنا راح. الله يعودنا يا رب. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم في قناتنا. اليوم تسوقنا مشتريات لرمضان، حبيت أعرضها معاكم أنا وليان وبنت خالتي ميسة. نورت القناة يا ميسة. وجود المتابعين حبيبتي. يلا هلأ بدنا نبلش. أول كيس طبعا أهم إشي هلأ لنقل المي. إيش ليان؟ معنا قرب المي. طبعا كل فترة هدول بيخربوا، وفي الخيم رمينا اللي كانوا عنا وجبنا جداد عشان هلا احنا صرنا في البيت. يلا يا ليان هاتي. جبت ليان إلك مفاجأة انت وميسة. جبنا فانوس لليان. يلا افتحي يا ليان. هذا تتذكر الفانوس كان عندك إلك لحالة وحسن. هذا الفانوس مثل اللي كان عندنا بالبيت، فأول ما شفته حبيت أجيبه لليان علشان يذكرها في البيت. وهذا إلك يا ميسة. حلو. طبعا يا جماعة ما إلهم بطاريات لأنه البطاريات سعرهم كتير غالي، وأصلا هلا مش متوفرين، فجبنا الفانوس وإن شاء الله لقدام بنجيب البطاريات. كيف لين عجبك؟ والله كتير. حتى فانوس هلا ميسة على لبستي. وجبت هذا صراحة جبته لإلي عشان أصور أعمل أجواء، حبيت أعرضه. حلو يا. هذا كان عندي مثله بالضبط في البيت، واحد أسود وواحد أبيض. وهذا ليا الفانوس الكيوت كمان إلك. هيا بضوي. يلا تفضلي. والله حلو كتير. كيف يا ليا الفوانيس؟ والله كتير حلوين. ايش يا ماما؟ تعالي فوت في الفيديو. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وهداة البال يا رب يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين هاي بصور لكم البنات فيديو. وجبنا كمان هاي السكرية او ما بعرف شو بتسموها اللي بنحط فيها التمر. خدي يا لين افتحيها انتو ميسة. ورجيها للمتابعين. يا جماعة ايش بتسموها؟ بتحطوا فيها التمر او الحلو. او الحلو. شايفين عشان جبناها عشان نحط فيها التمر هيك على السحور. وجبنا كمان هاي الصينية. كان عنا يا عيونك الحلوين، كان عنا كتير منهم في البيت وهيك عليها نجوم، هيك أجواء رمضان. يا جماعة احنا جبنا شوية أغراض. جينا من الجنوب وطبعا بيتنا رايح زي ما بتعرفوا، وقعدنا ببيت أهلي، وبيت أهلي كان فيه شغلات كتير وأغراض نصها مسروق، فجبنا شوية شغلات هلا بنحتاجها. وصحيح لأنه الاحتلال كان متمركز في بيت سيدو وكسر كل الكاسات والصحون اللي كانت موجودة، وأغلبه كمان انسرق يعني. فهلا بدنا نعرض لكم كمان شو جبنا. يعني احنا لسه ناقصنا كتير أغراض، بس احنا حنجيب كل فترة شوية شوية. جبنا هدول الكاسات للعصير كتير حلوين. يلا يلا رجعوهم يا بنات. شوية يلا كسروا يعني شاطرين. اعطونا رأيكم يا جماعة بالتعليقات. نعمل عصير برمضان، الواحد بيحتاج كاسات، واحنا مش عقدنا كتير، احنا بالبيت يعني كذا عائلة بنفس البيت، احنا قاعدين بالبيت يعني في اخوال كمان وفي كتير معنا يعني. يلا هلا يا جماعة خلص الكيس الأول كان فيه هاي الأغراض، هلا رح نروح على الكيس الثاني. يلا يا جماعة الكيس الثاني كيس التموين. فهلا رح نورجيكم. أول إشي أهم إشي في المطبخ زيت القلي. جبنا 2 وكمان جبنا السمنة كتير بنحبها وبتعطي نكهة الأكل مش طبيعي، خصوصا للملوخية كتير زاكية.
وجبنا هاي صلصة المندورة، جبنا منها علب وباكيتات نفس النوع. عشان على حسب الطبخة تكون صغيرة احتاج باكيت بدل ما افتح العلبة. يلا حطيها يا ميسة. وجبنا كمان ذرة، ممكن تكون للبشاميل للسلطات، يعني كتير ذاكية شغلات. اكتبوا لي يا جماعة بالتعليقات إذا حابين ماما ترجع تنزل مثل ما كانت تنزل في البيت أكلات رمضان وفي العيد، ويعني تنزل لكم أكلات وأفكار ووصفات. إذا حابين اكتبوا لي في التعليقات عشان ماما تبلش إن شاء الله تنزل لكم. وجبنا هذا الحمص المطحون بالطحينية. هيدا طحينية. وجبنا جبنة كمان كتير بحبوها هاي النوع. على السحور كتير طيبة. جبنا كمية منها. وقشطة. قشطة للحلويات، لكتير أشياء تطلع طيبة. وحليب مكثف. وجبنا جريدس. جبنا تشكيلة أجبان. هاي جبنة كمان مثلثات. كمان جبنة تاني كذا نوع. شو في كمان يا ماما؟ في رز حبة طويلة، رز بسمتي، هذا الرز معروف طبعا، يعني بنستخدمه من البيت كمان. كمان واحد. وهذا كمان فستق. ممكن نعمل مع الرز. زبيب، اللي ما بيعرفوا عنب مجفف. واهم اشي التمر، انا كتير بحب التمر وخصوصا في رمضان. كيف يا بنات، عجبتكم الاغراض؟ شرشف للاكل، هيك نايلون. شرشف للأكل. وورق ألمنيوم، يعني ممكن نعمل فيه مسلفن، يعني رز مسلفن. كتير شغلات يعني بنحتاج بنلف الصواني بكرة منه. طبعا هذا كان مقطوع صراحة، يعني كنا ندور على كل السوق في الجنوب ما كان موجود. هيك يا جماعة بيكون خلص الكيس الثاني وبيكون خلصت هيك المشتريات. هو شغلات بسيطة اللي احنا جايبينهم، ان شاء الله لقدام نرجع نجيب. هلا جبنا اللي احنا محتاجينه طبعا. كيف يا بنات الفوانيس؟ مبسوطين يا جماعة كنا قبل الحلقة لما نجيب لحوم وأسماك وهيك أشياء، هلا بالثلاجة نفرز كتير شغلات احنا كنا يعني نفرز. وهي يا جماعة عصير كذا طعم، هذا عصير بنحله في المي بودرة. احنا كنا قبل الحلقة نجيب فراولة ونخزنها لرمضان. كتير شغلات نخزنها مثل اللحوم والخضار ونخزن. بس هلا طبعا احنا يوم بيوم واكيد حنجيب، لانه ما في ثلاجة او نفرز بفريزر ثلاجة، ما في نفرز فيهم، فطبعا حيكون كل اكلاتنا يومي. هاي الاشياء اللي ما بدها ثلاجة. والحمد لله على كل حال. وجبتنا بيض. اخر شي البيض. كثير بنحب البيض احنا. ان شاء الله يكون هذا رمضان احلى من رمضان اللي فات. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، حلو يا حلو يا رمضان قد جئت وإليك اشتقنا، أهلا أهلا يا رمضان. وبس هاد كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. اذا حبيتوا ميسة تطلع معنا في الفيديوهات الجاي اكتبوا لنا في التعليقات. ويا جماعة إذا حبيتوا ميسة تحطوا لايكات كتير. وبس سلام.